الحلقة رقم 40. الاختلاف لا يفسد للود قضية. في نوع من الفرق أول ما تشتغل معاهم تحس إنك دخلت مؤتمر عالمي، واحد جاي من خلفية تسويق، واحد من التصنيع، واحد من البنوك، واحد من الاي تي، وكلهم دلوقتي في نفس الشركة. احكي لك على موقف. اشتغلنا مع شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية كمجالنا. الفريق كان غريب جدا. أحمد مهندس زراعي فاهم كل حاجة عن التربة والنباتات، تكنيكال تقني. منى جاية من شركة إعلانات دماغها كلها أفكار إبداعية. حسام اشتغل 10 سنين في مصنع منظم وعملي لأقصى درجة. لينا خلفية مالية قوية دقيقة جدا وبتشوف الأرقام قبل أي قرار. في أول شهر كانوا بيختلفوا على كل حاجة. أحمد شايف الأفكار التسويقية دي خيال زيادة والناس مش نازلة على الأرض. منى شايفة خطط حسام مملة جدا، وحسام شايف الحسابات الكتير اللي بتعملها لينا معطلانة. لكن لما بدأوا يشتغلوا على مشروع واحد بجد حصل العكس. أفكار منى الإبداعية خلت المنتج يبان جذاب. خبرة أحمد الزراعية ضمنت إن الفكرة تنجح في الواقع. تقني يا جماعة. تنظيم حسام خلاهم يلتزموا بالمواعيد وبالشروط الجزائية وبالفلو بتاع التصنيع. دقة لينا أنقذتهم من خسارة مالية في صفقة معينة، فهم الأرقام. المزيج ده خلى المشروع ينجح، مش رغم اختلافهم لكن بسبب اختلافهم. اختلاف خلفياتنا مش عيب، ده كنز. كل مجال بيعلمك حاجة انت مش هتعلمها لو فضلت في نفس النوع اللي انت شغال فيه طول عمرك. توصيتنا بقى لما تشتغل مع حد من صناعة مختلفة، اسأله ازاي يحل المشاكل في مجاله. فكر ايه من اسلوبه ممكن تطبقه في شغلك. خليك فضولي، لان كل خلفية فيها سر نجاح مختلف. الافكار الجديدة ما بتطلعش من نفس العقول، بتطلع لما العوالم المختلفة تتلاقى. سؤالك النهاردة ايه اكتر حاجة اتعلمتها من حد جاي من مجال مختلف عنك؟ اشوفكم في حلقة جديدة من بسمة عمل.